لو بنتك جت في يوم وقالت لك أنا مش شبهك وأنا مش عايزة أبقى زيك، أو رفضت حاجة أنت بتحبيها وأنت عايزاها تعملها، أو أنتوا بتحددوا موقف معين هي كان اختيارها مختلف خالص عن اختيارك، هل أنت يا ماما في اللحظة دي بتحسي إن أنت معرفتيش تربي، وبتيجي ساعتها وبتقولي أنا تربيتي في بنتي كلها ضاعت؟ للأسف في أمهات كتير فعلا بتقول كده، وبتقول إن أنا ما قدرتش أربي بنتي وبنتي مش طالعة زيي. وليه اللي بنقول كده وليه بيجيلنا الإحساس ده؟ لأن في اللاوعي نتيجة إن الأم ادت كل حياتها طبعا وكل طاقتها لبنتها وكل تركيزها كان مع بنتها، ففي اللاوعي بتتخيل إن هي لازم تطلع نسخة منها، وتطلع البنت بنفس طريقة تفكير الأم. بس البنت الواثقة يا ماما، والبنت لما بتكبر بتيجي دايما تقول أنا بحب ماما بس أنا مش ماما، أنا ليا اختياراتي ليا شخصيتي. ودوت ناتج لأن البنت دي بتعرف تفكر، بتعرف تحط رؤية ليها هي عايزة تعمل إيه، ولأن الاختلاف ده طبيعي. ماما خلي بالك اوعي في يوم تقولي لها وانا في سنك كنت بعمل كذا، وانا في سنك كان لازم تختاري الاختيار ده. بنات العيلة كلها بتعمل كده، لان ده بيوصل رسالة على طول لبنتك ان الاختلاف غير مقبول، ومفيش حاجة اسمها اختلاف، ولازم نبقى كلنا نسخ من بعض ماشية على الارض، ودوت مش حقيقي. لكن ماما الواعية تعمل ايه؟ ماما الواعية تبتدي ان هي في حاجات مبادئ واساسيات زي ما تربينا عليها نربي عليها عيالنا، قيم والمعتقداتنا واساسيات اخلاقنا واحترامنا للبيئة اللي احنا عايشين فيها، المسؤولية، احترامي للكبير. دي اساسيات لازم هبقى حطاها مع بنتي، ما فيهاش نقاش. احنا متربيين ان احنا نحترم الكبير، متربيين على اسلوب معين، قيمنا ومعتقداتنا كوطن عربي احنا خلاص رسخناه جوه بناتنا. بس دوت ما يمنعش ان في اختلاف بين الشخصيه والشخصيه، دوت ما يمنعش ان بنتي مش شرط الموهبه اللي عندي تكون عندها. انا بحب القرايه، بنتي مش لازم تطلع تحب القرايه. بحب الرسم، مش لازم بنتي تكون بتحب الرسم. انا بحب اللون البينك البلو مش عارف ايه، مش لازم بنتي تطلع بتكون بتحب نفس اللون. انا كان نفسي ادخل الكليه الفلانيه وما دخلتهاش، مش لازم بنتي تدخلها. لازم يكون في اختلاف. طب ماما حضرتك تعملي ايه عشان تنمي الثقة عند بنتك وما تبقيش دايما بتحجري عليها وانت كمان ما تتعبيش؟ اول حاجة لازم تبقي عارفة ان في اختلاف، احنا خلاص رسخنا المبادئ بتاعتنا، بس في حاجات هتختلف. فلما بنتك تبتدي تقولك انا مش عايزة ده او مش هعمل ده، او تختار اختيار غير اختيارك، تقبلي دوت بصدر الرحب. حاجة دايما شجعي دايما الاختلاف، بدل ما تقولي لها ده لا وليه تعملي كده، قولي لها هو انت اخترتي ده ليه؟ ليه كان اختيارك؟ وافهمي رؤيتها، لان كلمة ليه دي هتفتحي باب للحوار بينك وبينها، فده هيساعدها ان هي تبتدي تطلع لك اللي جواها. ولما تطلع لك البنت اللي جواها ومشاعرها، انت كمان يا ماما هتفهميها وهترتاحي. ومين قال ما يمكن احنا كمان نحس ان في الوقت ده كان اختيارنا احنا مش صح، واختيار بنتي يمكن للموقف ده هو الاصح. مش عيب، مش معنى ان انا ماما اكون صح على طول الطريق. الحاجة التانية والأخيرة اللي لازم تعمليها مع بنتك، شجعي دايما الاختلاف وحفزيها عليه. وشوفي طالما الاختلاف ده لا هو ضد الدين ولا ضد المعتقدات وقيمنا، يبقى ليه لأ نبتدي نشوفه ونشجعه. خلي بالك يا ماما، الأم الواعية هي اللي مش بتطلع بنت شبهها، هي اللي بتطلع البنت اللي قادرة على الاختيار، وبتطلع بنت واثقة. اكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر اختلاف بينك وبين بنتك، وهل انت فعلا بتتقبليه ولا لا. انت مش لوحدك، معاكي نرمين صفوت لحياة اهدى وافضل، وربنا معاكم.